تخيل معايا كده انك تصحى من النوم فتلاقي كل تطبيقات السوشيال ميديا مفيش بقى واتساب ولا فيسبوك ولا حتى اليوتيوب. ده معناه كبير قوي يا صديقي، معناه ان انا مش هشوفك ولا اشوفك يا صديقي وصديقتي الاعزاء، وانا بصراحه ما اقدرش استغنى عنه. وتيجي بقى انت علشان تكلم خدمه العملاء ما تلاقيش اصلا في شبه، ترجع تعيش يومك من غير نت. اهلا بيكم في كابوس الحياه قبل الانترنت. بس السؤال اللي انا عايز اعرفه هو النت ده اصلا جه منين؟ مين العبقري اللي صحي من النوم فجأة قال انا هوصل العالم كله بسلك؟ وازاي اختراع اتولد علشان يدير حرب؟ ايه ده يا صديقي، انت ما تعرفش ان النت اصلا اتعمل علشان يدير الحرب مش علشان التيك توك؟ لا انت تكمل بقى الحلقة للنهاية وانت هتشوف البدع. ما تنساش بقى وانت بتشوف البدع تعمل اللايك والاشتراك، تكتب لنا تعليق حلو من ذوقك. ويا صديقي خلينا نحكي الحكاية ونشوف الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العبقري. الإنترنت ما اتولدش لا في جامعة ولا حتى في شركة، الإنترنت اتولد جوه جو مليان خوف وقلق. الزمن الحرب الباردة، الناس كانت خايفة من قنبلة نووية تنزل عليهم، راحت أمريكا قالت طب لو حصل هجوم إزاي نضمن إن المعلومات ما تضيعش؟ قرروا يعملوا شبكة تربط الأجهزة ببعضها، يعني لو الكمبيوتر وقع التانيين يكملوا شغل عادي. النت بقى يا صديقي اتولد كمشروع سري عسكري اسمه أربانيت سنة 1969. يعني النت أكبر من أبوه. أول رسالة اتبعتت كانت كلمة لوجن، بس اللي وصل من الرسالة كانوا هم حرفين بس، ال والأو. ليه بقى؟ السيستم وقع من أولها زي بداية أي مشروع ناشئ. في السبعينات العلماء بدأوا يربطوا أجهزة، وبعدين جه عبقري، بس هو يعني مش عبقري قوي عشان انتوا عارفين مفيش غير عبقري واحد وهو أيوة صح أنا. المهم الراجل ده كان اسمه فينت سيرف وكان معاه رفيقه اسمه بوب خان، وبكده ظهر بروتوكول اسمه TCP/IP، وده كان الحجر الاساسي اللي اتبنى عليه الانترنت الحقيقي اللي احنا نعرفه. سنة 1983 بقى عندنا انترنت رسمي، بس لسه بقى مفيش لا جوجل ولا حتى منصات التواصل الاجتماعي. سنة 1989 عالم فيزيائي اسمه برنرز لي تيم كان شغال في سويسرا بس زهق من الورق، وقال ليه ما نخليش الانترنت يبقى فيه صفحات ونربطها ببعض بكلمة واحدة، واخترع حاجة اسمها وايد ويب www لاين وورد، يعني الانترنت اللي نعرفه دلوقتي. والناس بقى بدأت تبني المواقع. أول موقع في العالم كان عبارة عن جملة واحدة بس: مرحبا بك في الويب، هنا معلومات عن الويب. كان رغاي بس ماشي. في التسعينات الانترنت بقى متاح للشعب بس كان بيطلع عين الواحد. ايوه دي الطريقه الوحيده اللي كانت بتدخل بيها على النت. وكان في شركه اسمها AOL كانت بتبعت لك اسطوانه عليها الانترنت، واللي بيفتح اكتر من ساعته بيتحاسب بالثواني، خلي بالك. وفضلوا العلماء يحدثوا المنظومه علشان يتفادوا مشاكل المستخدمين لغايه ما دخلنا الالفيه الجديده وابتدى الموضوع ينتشر والشركات بتتنافس. سنه 2007 بقى يا صديقي دي كانت نقطه التحول، لان الايفون نزل ومعاه مفهوم جديد ان الانترنت بقى في جيبك، ودي بحد ذاتها كانت ثوره تكنولوجيه في الوقت ده. ومن ساعتها يا صديقي حياتنا اتقلبت راسا على عقب، بقى عندنا جوجل، واتساب، فيسبوك، تيك توك، وكمان اليوتيوب اللي حضرتك بتتفرج عليا منه. واصبح حياتك كلها مربوطه بحاجه واحده اسمها الانترنت. النهارده بقى يا صديقي الانترنت مش بس وسيله، الانترنت بقى مرايه لحياتك، بيعرف انت بتاكل ايه، بتحب ايه، بتحب كمان تتفرج على ايه. ومن هنا بدأت الأسئلة الصعبة تظهر: هل احنا لسه أحرار ولا مقيدين تحت رحمة الانترنت؟ وهل الانترنت حولنا لمنتجات بتشترى وتباع؟ وايه اللي جاي؟ الانترنت بقى الدماغ وبقى الكل في الكل، ومن غيره العالم كله هيعطل. انت لو تفتكر يا صديقي لما سنترال رمسيس اتحرق العالم كله عطل، ماكينات ATM، الانستا باي، الواتساب، محدش عارف يتواصل مع التاني. وده حالنا هيحصل لو اتقطع عننا الانترنت خالص. الانترنت بدأ كحرب وبقى حب، بدأ بخوف وبقى ادمان، بدأ بسطر كود وبقى عالم كامل. وانت دلوقتي يا صديقي لو جيت وسألتك هل فعلا هتقدر تعيش من غير الانترنت، هتجاوب بايه؟ اكتب لنا بقى في التعليقات. بس يا صديقي دي نهاية الحلقة، فما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتنزل تبص على المصادر والحق اتفرج على الحلقة واعمل بقى كل الكلام ده قبل ما النت يقطع، ولا انا هعرف اوصل لك الحلقة ولا انت هتعرف تعمل لي اللايك. بس سلام.